كتير مننا بيحس بالمماطلة والتأجيل وبيلاقي صعوبة في إنه يكمل أي حاجة بدأها. طيب، إيه لو قلنا إن المشكلة مش فينا كأشخاص؟ المشكلة في البرمجة اللي بنشتغل بيها. ودي هي الفكرة المحورية اللي هنتكلم عنها. الموضوع مش دعوة للتهاون أبداً، بالعكس دي دعوة عشان نفهم نفسنا أكتر، نفهم إيه اللي بيحصل جوانا بالظبط. الموضوع ملهوش علاقة بالكسل أو بالفشل أو بضعف الشخصية. الحقيقة إن كتير مننا بيشتغل بنظام تشغيل مش مناسب للعالم اللي بنعيش فيه. تخيلوا معايا كده، نظام قديم جدا بيواجه عالم حديث مليان تحديات جديدة، وده بالظبط هو سبب الصراع الداخلي اللي بيحس بيه كتير مننا. وده ياخدنا لأول نقطة محتاجين نتكلم فيها، وهي الفكرة اللي اتربينا عليها كلنا تقريباً، أسطورة قوة الإرادة، وإزاي ممكن تكون فهمه غلط للمشكلة الحقيقية. من واحنا صغيرين بنسمع إن النجاح ده معادلة بسيطة، لو عايز تنجح هتنجح. بسيطة صح؟ المشكلة إن الفكرة دي على قد ما هي محفزة على قد ما هي مدمرة، لأننا أول ما بنفشل بنلوم نفسنا على طول، بنقول لنفسنا أكيد إحنا اللي مش بنحاول كفاية. بس خلينا نفكر فيها بشكل تاني. هل في حد بيختار إنه يصحى من النوم تعبان؟ أو بيختار إنه يكره الشغل اللي بيعمله؟ أكيد لأ. المشاعر دي مش قرار، دي رد فعل لشيء أعمق بكتير. والإجابة على السؤال ده موجودة في تصميم عقولنا نفسها. زي قواعد قديمة جدا لسه بتتحكم في كل تصرفاتنا اليومية حتى لو مش واخدين بالنا. تخيلوا إن نظام التشغيل بتاعنا ده قديم قوي، اتطور من آلاف السنين في عالم الأولويات فيه كانت مختلفة تماماً. ما كانش فيه إيميلات ولا اجتماعات، كان كل الهم هو الأكل والأمان، البقاء على قيد الحياة وبس. طيب، العقل القديم ده بيشتغل بقانونين أساسيين، قانونين مقدسين مستحيل يكسرهم. الأول، حافظ على الطاقة على قد ما تقدر، والتاني اهرب من أي حاجة فيها ألم أو إزعاج. وهنا بقى النقطة المهمة جدا. من وجهة نظر العقل البدائي ده، أي مهمة محتاجة مجهود كبير ونتيجتها مش هتبان دلوقتي بيشوفها على إنها تهديد لقوانينه. عشان كده لما بنفكر في مشروع كبير أو مذاكرة، أول رد فعل طبيعي للمخ هو أجل، اهرب. ده مش كسل، ده نظام حماية قديم شغال فيه غير مكان. والمشكلة بتكبر قوي لما ناخد البرمجة القديمة دي ونحطها في عالمنا دلوقتي، العالم المليان بالمغريات والإشباع الفوري. فكروا فيها، مجرد ما نفتح الموبايل العقل بياخد جرعة مكافأة فورية، دوبامين سهل وسريع من غير أي مجهود. الإشعارات، الفيديوهات القصيرة، السوشيال ميديا، كل حاجة في عالمنا الرقمي متصممة عشان تدينا المكافأة دي حالاً. والشريحة دي بتلخص المعركة اليومية اللي بنعيشها، وهي بصراحة معركة غير عادلة بالمرة. في ناحية عندنا الموبايل، مجهود صفر مكافأة فورية، وفي الناحية التانية الشغل أو الدراسة، مجهود عالي ومكافأة ممكن تيجي بعد شهور. تفتكروا مين اللي هيكسب في المعركة دي؟ طبعاً الأسهل والأسرع. يعني الموضوع مش إننا ضعاف الإرادة، الموضوع إننا بنلعب لعبة قواعدها مش في صالحنا. إحنا حرفياً بنحارب برمجة عمرها آلاف السنين بعالم مصمم إنه يستغلها ضدنا. طيب، هل ده معناه إننا نستسلم؟ لأ طبعاً. فهم المشكلة هو نص الحل، والجزء التاني هو إننا نتعلم إزاي نعمل إعادة تشغيل للنظام ده ونخليه يشتغل معانا مش ضدنا. والحل مش إننا نتغير ونبقى أشخاص تاني، الحل إننا نغير الطريقة اللي بنتعامل بيها مع نفسنا. الاعتماد على قوة الإرادة بس عامل زي ما يكون معنا بطارية موبايل، طبيعي هتفضى في آخر اليوم، لازم نلاقي طرق تانية. ودي 4 استراتيجيات ذكية جدا عشان نبدأ نعيد البرمجة دي. أول حاجة، صغر المهمة. بدل ما تقول هشتغل ساعة، قول هفتح الملف بس، مجرد البداية. تاني حاجة، كافئ نفسك بس بعد ما تخلص مش قبل. تالت حاجة ودي مهمة قوي، ظبط البيئة اللي حواليك، ابعد الموبايل، خلي كل حاجة جاهزة للشغل. وأخيراً، الأهم من الحماس هو الاستمرارية، خليك في الروتين حتى لو بسيط لأنه هو اللي بيكمل. وده بيوصلنا للخلاصة النهائية، وهي إننا محتاجين نغير نظرتنا كلها لمفهوم الإنتاجية والنجاح. كتير بنبص للناس الناجحة على إنهم أبطال خارقين، عندهم قوة إرادة من حديد أو ذكاء مش طبيعي، بس الحقيقة بصراحة مختلفة تماماً عن الصورة دي. السر الحقيقي بتاعهم مش إنهم أقوى مننا، السر هو إنهم فهموا قواعد اللعبة، فهموا عقلهم بيشتغل إزاي، وبدل ما يحاربوه بنوا أنظمة وحياة كاملة حوالين طبيعة العقل ده، بيوجهوه لأهدافهم بذكاء. فالمرة الجاية لما يقيلنا إحساس بالكسل أو المماطلة، بدل ما نلوم نفسنا ونقول أنا فاشل، ممكن نسأل نفسنا سؤال مختلف. طيب، إيه اللي محتاج أغيره في النظام بتاعي دلوقتي؟ إيه الخطوة الصغيرة جدا اللي ممكن أعملها؟ لأن في النهاية مفيش فينا حد معيوب أو ناقص، إحنا مش محطمين،
كل الحكاية إننا أحياناً بنحتاج نعمل إعادة تشغيل بسيطة، ريبوت، عشان نظامنا يتماشى مع أهدافنا في العالم السريع اللي بنعيش فيه ده.